تعالى اقولك على احلى طاجن بطاطس بكرات اللحمه هنعملها مع بعض بتتبيله روعه. هتعملي باسهل طريقه ومش هياخد معاك وقت خالص في التحضير. يلا بقى بينا نشوف هنعمله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بالف خير. انا معايا لحمه مفروم، طبعا كميه اللحمه اللي انت حابه تعمليها. هضيف كده عليها بصلايه مبشوره. ده معايا كده حوالي اقل من نص كيلو من اللحم المفروم. هضيف كده فلفل اسمر ورشه كده من الملح. طبعا مش هنزود الملح لان طبعا هنضيف ملح في قلب الطاجن. هنقلبهم كده بقى مع بعض، ويا ريت بقى تسيبيها كده ولو نص ساعه بس تتشرب التتبيله اللي فيها. وبعد كده هكورها كور بالشكل ده. وبعد كده معايا طاجن حطيته على النار. طبعا اهم حاجه تحطي تحته صاجه، علشان لو حطيتيه منه للنار على طول ممكن يطق منك. فانا حاطه تحته صاجه. هنزل بقى بمعلقه من السمنه او الزبده، وهنزل بقى بكرات اللحم. هنديها كده تشويحه على الناحيتين. وبعد كده هنشيلها وهنضيف البطاطس. طبعا انا معايا بطاطس انا غسلاها ومقطعاها شرايح. طبعا التقطيعه اللي انت حباها، بس اهم حاجه يكون التقطيع يكون سميكه، ما تكونش رفيعه، عشان تاخد سوا الطاجن وعشان ما تتهرش منك. هنزل بقى بالبطاطس، ومعايا كده معلقه من الفلفل الاسمر، ومعايا كده بصل جوانح مقطعه بالشكل ده، ومعايا كده فلفل قرن فلفل كده اخضر. وهنقلبه كده لمده حوالي 5 دقايق كده، نشوحه على النار. الخطوه دي مهمه قوي عشان تديكي طعم حلو قوي للطاجن. هنزل كده بحوالي فصين او 3 فصوص من الثوم صحيح. وبعد كده هروح نازله بكرات اللحم اللي احنا شوحناها. وهنزل بقى بعصير الطماطم، وعليهم كده كوبايه من الميه. ده عصير حوالي نص كيلو من الطماطم. وهنزل بقى بالملح. وبعد كده هدخله الفرن على اعلى درجه لحد ما يستوي معانا. طبعا اول ما يستوي كده وما اداش لون من فوق نروح مطفيين الفرن ومشغلين الشوايه يدي معانا لون بالشكل ده. قدميه جنب رز بشعريه وعيشي بقى اللحظه. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.